صباح الخير. حكايتنا النهاردة عن الممثل والمخرج كمال ياسين. وكمال ياسين هو صاحب أشهر جملة في السينما المصرية: أنت من الأحرار يا علي. اتولد كمال ياسين سنة 1924 في مدينة المنصورة، ودرس في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبعد ما اتخرج سافر فرنسا عشان يدرس الإخراج المسرحي. وبدأ كمال ياسين حياته الفنية بالتأليف للإذاعة المصرية، وكتب عدد من المسلسلات زي فين العريس ومسرح كيلوباترا. وعلم كمال ياسين كتير من النجوم التمثيل، ولما اشتهروا اشتغل معهم في أدوار ثانوية، لدرجة إنهم كانوا بيقوموا يقفوا احتراما له لما يدخل عليهم. وأخرج كمال ياسين عدد من المسرحيات زي نمرة 2 يكسب والبيجامة الحمراء. وكانت بدايته في السينما في فيلم البيت الكبير مع سليمان نجيب وأمينة رزق، واشترك في عدد كبير من الأفلام زي غروب وشروق والليلة الأخيرة، موعد مع السعادة، أنا حرة، أريد حلا، وغيرهم. وفي التلفزيون اشترك في مسلسلات زي هارب من الأيام، محمد رسول الله، أحلام الفتى الطائر، وغيرهم. وتوفى كمال ياسين سنة 87 وكان عنده 63 سنة.